بالأدب تنال أعلى الرتب. فعش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب. كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسب. في ختام هذا الحفل أمانة حملتها من إخواني ممن تربوا على يدي الشيخ مصطفى دياب حفظه الله، كلمات خرجت من القلب نحسبها كذلك، أقولها على لساني وعلى لسان إخواني ممن تربوا على يديه. علمني شيخي أن الكل ينتسب إلى هذا الدين، من كان من أهله ومن ليس من أهله، ولكن لا يعمل لهذا الدين إلا من كان من أهله، فقال لي فلتكن من أهلي. علمني شيخي منذ نعومة أظفاري كيف أحمل هم أمة مهما صغر سني. غلام أصحاب الأخدود الذي تغيرت به أمة جعله لنا نبراسا. علمني شيخي أن مستقبل الأمة في أبنائها وشبابها، فعلى سواعد الشباب قامت دولة الإسلام وعلى أيديهم تقوم بإذن الله. علمني شيخي ألا أوثر حياة هي بالموت أشبه، فالحياة الحقيقية في البذل لدين الله تبارك وتعالى والتضحية بكل شيء في سبيل إعلاء راية لا إله إلا الله. علمني شيخي كيف أحترم أهل العلم وأوقرهم، وأنني أسير فضل كل من علمني حرفا أتقرب به إلى الله عز وجل. هو المعلم موصول له نسب إلى النبوة، ذاك الفضل يكفيه. فعلى يديه يصير الحق منبرجا، وعلى خطاه يسوق الركب حاديه. هو المعلم ليت الناس تغبطه، بالعلم يمضي وصوت الحق داعيه. من أحرف العلم جاء الاسم مشتملا على المكارم والأخلاق تعليه. كم سال نهرا بماء العلم يرسله إلى القفار بلا من ولا تيه، حتى نمت في رباه كل باسقة وأينع الزهر في أنحاء واديه. وألبس العقل من أنوار حكمته ثوبا قشيبا وأفكارا تناغيه، وخاض حربا على الظلماء يمحقها، وأيقظ الفجر من نوم يواتيه. لم يبغ شكرا على المعروف يبذله، لم يرجو إلا رضا الرحمن باريه. لم يرجو إلا رضا الرحمن باريه. لم يرجو إلا رضا الرحمن باريه. من مطلبي نعم، وهل من عمل زاك كتعليم صبي.